عودة المخيف محمد شريف، ملك الأهداف والمهاجم الحريف. ألف ألف حمد لله على السلامة يا شريف، وأهلا بك مرة تانية في الأهلي بيتك ومطرحك. بس إيه الغيبة الطويلة دي يا أخي؟ ده أنت وحشتني يا راجل. يا عم ولا غيبة ولا حاجة، ده هم سنتين كده خدتهم في نادي الخليج السعودي، كان عليا قرشين وسددتهم الحمد لله، واشتريت فدانين عندنا في البلد، واديني رجعت الاهلي تاني اهو الحمد لله، وربنا يكرمنا بقى بشوية بطولات حلوين كده. ما تقلقش يا شريف، كده كده هتاخد بطولات مع الأهلي، وهتزهق من الميداليات ورفع الكؤوس، وبرضه مش هنسى التحية بتاعت رجوعك للأهلي. بس ما تاخذنيش يعني يا شريف، كنا سمعنا طرطيش كلام كده انك اتفقت مع الزمالك ومضيت لهم، صحيح الكلام ده؟ الصراحة هم اللي كانوا بيجروا ورايا، وكل شوية يكلموني لحد ما زهقت. دول كانوا معينين 2 غفر تحت البيت بتاعي، وكل ما اروح مكان يمشوا ورايا، وبلغتهم كذا مرة ان مش هلعب لنادي في مصر غير الاهلي، وبرضه مفيش فايدة، لحد ما رحت مضيت للاهلي لولا سكتوا عني شوية. مصل هم كانوا خايفين انك ترجع الاهلي وتجيب فيهم جوان تانية في ماتشات القمه. ده انت دلوقتي اكتر واحد جايب جوان في الزمالك في الجيل الحالي، ده انت جايب 7 اهداف، وكل هدف احسن من التاني، ومش عايزهم يجروا وراك ويراقبوك. يا سلام عليك، فكرتني بالايام والاهداف الجميلة بتاعت الزمالك. ده وانا في الغربة كل ما ابقى متضايق ونفسيتي تعبانة اروح مشغل الاهداف بتاعتي في الزمالك، واقعد بقى اتفرج كاني جوه الملعب، واول ما الجول يجي اقعد اجري واتنطط جوه الشقه واحتفل كاني لسه جايب الهدف دلوقتي. وانا ناوي ان شاء الله ان اجيب 5 اهداف تانيين في الزمالك علشان يكملوا دست. دست بس؟ قول 2 3، خليك طموح يا شريف. وبعدين خلي بالك، انت هيبقى معاك وسام ابو علي وجرد شيار، يعني 2 مهاجمين تقال وبيجيبوا جوان كتير. ده وسام ابو علي لسه جايب هاتريك في كاس العالم للانديه. يا سيدي على عيني وعلى راسي، بس مع احترامي للجميع، انا شريف المخيف، واي مهاجم يقعد له احتياطي على الدكه حتى لو كان حريف. وبعدين احنا ما بيننا الملعب والمرمى وعدد الاجوان، والشاطر اللي يجيب اجوان حتى لو مش فاطر. الصراحة كلامك منطقي ويحترم يا شريف يا مخيف، بس ما تزعلش مني يعني. الناس بتقول انك في السنتين اللي لعبتهم مع نادي الخليج دول ما جبتش غير 9 تجوان بس، يعني في السنة كنت بتجيب بتاع 4 تجوان ونص كده. يا عم ايه 4 تجوان ونص دي؟ هو انت بتشتري ليمون؟ وبعدين انا ما كنتش رايح هناك العب واجيب اهداف والكلام الفاضي ده انا كنت رايح كده استجم علشان لما ارجع الاهلي ابقى فت وارجع بقى للتهديف تاني. ماشي يا شريف لما نشوف. بس الصراحة انت فاتتك بطولة كاس العالم للأندية دي كانت حتة بطولة وفسحة، انما ايه ملهاش حل. يا سلام، عارف لو كنت انا لعبت مع الاهلي في البطوله دي كنت خدت الهداف. بس يلا مش مشكله، ان شاء الله ابقى موجود في بطوله كاس العالم للانديه اللي جايه.